I will prepare my papers and I will be ready. شفت اللي انا قلته ده؟ انساه خالص ويلا نبدأ الفيديو. Aloha everyone, this is Concept and it's Coach محمد الشامي. النهارده عندنا صوت من أكتر الأصوات اللي عاملة مشاكل في الإنجليش بالذات الأمريكان أكسنت، ألا وهو ال R sound. طبعا سمعتوا ازاي؟ R sound. في عندنا مشكلة بسيطة جدا جدا، وهي في حقيقة الأمر مش بس مع المصريين، مع العرب عموما وأي حد مش native speaker أو English native speaker. بمعنى أنا مثلا اتولدت في دولة عربية ما، اتولدت في روسيا مثلا اليونان، في دول معينة بتبقى الار فيها بتبقى مختلفة شوية، زي زي ما سمعت كده الره بتاعت العربي ره تبقى اسمها repetitive R، انت بتحصل فيها vibrations، اللسان بيعمل فيها vibrations. فانا لو جيت كلمت مثلا كلمة زي run interview، اكيد طبعا ده هيأثر عليه في الانترفيو وطبعا I will get rejected. فالفكرة كلها ان ببساطة شديدة النهاردة هعلمك تشريح الار ساوند، كلمات عليه، هناخد براكتس سريع وهناخد كمان عليها تانج تويستر بحيث انك تبقى خارج ب 100% benefit من الفيديو. جاهز؟ يلا بينا. خلينا نبدأ بأول حاجة وهي الاناتومي او التشريح. عايزك كده تبص على شفايفي، هي شبه دائرية شبه دائرية. خلينا نبدأ بقى نعرف الساوند نفسه بيطلع ازاي. دلوقتي ده لسانك، pull it back، رجعه ورا، اسحبه ورا سنه واعمل له كيرل اب كده، يعني اعمل له كيرل اب خفيف كده، اتني تاني خفيفه لفوق. فحاول معايا so it's not no it's بس كده. ده الصوت بكل سهوله تحسه، حتى لو انت قلدك هتقدر انك انت تحاول انك تعمله وهيبقى سهل جدا عليك على فكره انك تعمله. بس ده بالنسبه للتشريح بتاعه. خلينا كده ناخده في كلمات، في لما بتيجي في الانيشالي او في البدايه، ولما بتيجي في الميدل بوزيشن او اللي هو في نص الكلمه، او الفاينل بوزيشن، او لما تيجي في اخر الكلمه. خلينا نبدا باول حاجه دي لما بيجي انيشالي او في بدايه الكلمه. خلينا مثلا ناخد المثال ده معانا زي run، مش run، run. Can you try with me please؟ حاول معايا. run run run. خلينا ناخد كلمه كمان rest rest not rest rest. خلينا ناخد كلمة كمان زي read read. بس كده ده كان أول جزء لما بتيجي initially أو بتيجي في بداية الword. خلينا نخش على تاني جزء ألا وهو لما بتيجي in the middle أو في النص. مثلا خلينا ناخد المثال ده زي arrange arrange. Can you try؟ حاول معايا. arrange arrange arrange. ناخد كلمة كمان زي great great. حاول معايا كده. great 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 مش great. شايف الفرق؟ خلينا ناخد تالت جزء ألا وهو لما بتيجي finally أو لما بتيجي في نهاية الword. خلينا مثلا ناخد المثال ده، كلمة مشهورة جدا جدا في البروفيشنال لايف عامة ألا وهي career. صح كده؟ career. لا هي مش career، هي career career. Can you try؟ career 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 career. أو ممكن ناخد كلمة زي كلمة اللي عاملة مشاكل الدنيا كلها water water water. معايا كده تاني water. ناخد كلمة أخيرة زي كلمة war war. بس كده ده كان كل حاجة عن البوزيشنز بتاعت ال R sound أو ال sound. خلينا ننتقل لآخر حاجة وألا وهي tongue twister tongue twister. خليني كده آخد ده rolling red rocks in the rain. ممكن أقولها بسرعة ازاي؟ rolling red rocks in the rain. طيب تعالى كده ناخدها واحدة واحدة. rolling 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 red red ولا red؟ ايوه زي ما انت قلت بالظبط red red rocks 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 in you can say in it's okay. in rain rain. خلينا كده ناخدها واحدة واحدة. يلا ها. rolling red
rolling red, rolling red, rolling red rocks, rolling red rocks, rolling red rocks in the, rolling red rocks in the, rolling red rocks in the rain, rolling red rocks in the rain. فكده أقدر أقول لك في نهاية الفيديو I will prepare my papers and I will be ready. Thank you so much. See you next time. Cheers. كونسبت. اتعلم انجليزي صح.